السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ايه رأيكم في العسل اللي انتوا شايفينه ده؟ العسل ده معمول بدقيق وشوية مية. معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه شوية ملح، العجين دايما اللي احنا معتمدينه مع بعض، ومعلقة من السكر ومعلقة خميرة. دي بس المكونات اللي انا حطيتها، وحطيت معاها ساعة العجين معلقتين من الزيت. مش عايزة تحطيهم ما تحطهمش، انا بعمل عيش مش بعمل لا كماج ولا قرص. فاكرين بقى الشرش بتاع اللبن؟ هو عبارة عن مية. المية ديت يعني انا مرضتش ارميها، قلت حرام هي طالعة من اللبن، فروحت جايبة كيلو الدقيق ده وقلت معجنها بيه، اللي هو اللبن القاطع بيطلع شرش. دلوقتي عملنا العجينة بتاعتنا، وبليت ايدي مية كده، المية مش زيت، وحطيت عليها كيس تلاجة عشان ما تلزقش، وسبتها لغاية ايه ما تخمر وتزيد معايا. انا دلوقتي العجين خمر معايا. طبعا انا عملت العجين ده كتير معاكم يا حبايبي، بس برضو بنفكر بعضنا، اللي ما شافش الفيديو اللي فات ربنا يكرمه ويشوف الفيديو ده. هبتدي اقطعها بقى او اقرصها زي ما احنا بنقول عندنا، على قد ما اقدر خليها متساويه. كيلو دقيق طلع معايا الكميه دي. سبتها تريح شويه وهبططها في منتهى السهوله وما اخدتش اي وقت معايا. جبت البلانشة بتاعتي الصغيره ديت على شويه دقيق، وفردتها بالسمك اللي انت عايزاها تخينة، عايزاها رقيقة، براحتك. انا عملتها وسط. شايفين السمك ده حلو اوي. خلصت العجينة بتاعتي بقى، واحدة كمان اهي، وسبتها قبل ما احطها في الفرن، سبتها تريح كمان حوالي 10 دقايق، على بال ما شغلت الفرن وظبطته. فرن غاز، فرن عادي فلاحي، مش فرن بوتاجاز. وممكن تعملها طبعا في فرن بوتاجاز عادي، او تشغلي من فوق ومن تحت. انا سبتها دلوقتي ارتاحت شويه. هبتدي بقى، شغلت الفرن وابتديت ايه اخبز. الخبيز ده بقى مخلي ريحة الشقة بتاعتنا وريحة البيت بتاعنا كله خير، ما شاء الله. شايفين الجمال؟ بذمكم تقولوا ده عيش؟ تقولوا على قراص كماج، حاجة حلوة كده. طبعا انا معايا بخاخة شفتها في اول الفيديو، حطيت فيها معلقة من السكر ومعلقة مية، وببخ على العجين قبل ما ادخله الفرن وبعد ما اطلعه من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اتفضلوا معايا. شايفين البخاخة دي؟ ببخ وهو طالع بتديله لمعة، وهو داخل بتديله حمار، وهو معمول بدقيق ومية، مفيش فيه الا معلقتين الزيت اللي انا قلتلكوا عليهم، ممكن تستغنوا عنه. اعملوا بقى سندوتشات، شوية بامية شوية ملوخية، وشكله زي الفل وطعمه زي العسل، وما اخدش معانا وقت. اتمنى ان الفيديو ينال رضاكم. استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.